بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الكريمات، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دخل شهر شعبان، أتعلم ما شعبان؟ إنه شهر التصفية، تصفية القلب. يكشمت في اللغويور شعبان، أيورن شعبان اللي كان أيورن التصفية، يصفي الإنسان القلب نس أجيس يحيد كل الآفات وكل الآثام. هذا الشهر شهر التهيئة، الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، أي هي الإنسان يحفنس من أيوران شعبان. إنه شهر ارتياض الطاعة، يعني شهر التدريب على الطاعة والتعود عليها. إنه شهر إلف العبادة، أجيسي ولف أجيسي سم إيميور بنادم العبادة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يليه شهر التحلية، من بعد ردي التشقى شهر التحلية، تذوق الحلاوة الإيمانية. وهو شهر العمل، وشهر الأنس والتقرب من الله عز وجل، ألا وهو شهر رمضان. إذن فكما تعلمون، كما كنعرفوا، فقد مضى شهر رجب وفيه من الخيرات الكثير والكثير. إفتى شهر رجب وأقبل علينا شهر شعبان، فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. أي يراد غطو يرفع الأعمال إدار سيد ربي سبحانه وتعالى. فالأعمال ديالنا كترفع إلى الله سبحانه وتعالى بشكل يومي وبشكل أسبوعي وبشكل سنوي. أرطو يرفع الأعمال خكريغا ناس، أرطو يرفع الأعمال نخكريغت إيمالاس، أرطو يرفع الأعمال نخكريغت أسقوس. إذن بشكل يومي، ما نقول يرفع الأعمال بشكل يومي في وقت صلاة الفجر وفي وقت صلاة العصر. وإياكم أخواتي وإخواني تفرطوا في هاد الصلوات اللي فاش كترفع فيها الأعمال ديالنا في الفجر وفي العصر. ثم بشكل أسبوعي، يرفع الأعمال بشكل أسبوعي متى؟ يوم الاثنين ويوم الخميس. الخميس والاثنين دائما يرفع الأعمال نقدر سيد ربي. وبشكل سنوي، يعني سقواس ترفع أعمالنا في هذا الشهر اللي هو نحن فيه شهر شعبان. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا الشهر كله إلا قليلا. أريد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد كله قبل يميك قاتنقس كراو السنقس. فلما سئل عن ذلك قال فيما رواه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ريت تزوم يراد كله اللي اختي يسقسيان الصحابي اللي كان أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: الناس يرجوك زريغا رسول الله تزومت غمس من الشهور اللي زرينين قد نغير تزومت غمس من الشهر من شعبان. الناس نيدي سيدنا رسول الله إن سيران ذاك شهر يغفل الناس عنه. إن سيراد غايد نمد كذا نمد نفلس يتغفل يشكاد غنقر رجب رمضان. الناس هذا الشهر الناس يراد ترفع فيه الأعمال، رقش ترفع الأعمال دار سيدي ربي سبحانه وتعالى. الناس حب يريغ ترفع الأعمال يفيد الملك اللي رفع الأعمال وأنا صائم الناس زمم. لذلك فمن أراد والنيران أي السماء ما يفعله، من أراد أن يعرف ما يفعله النبي في هذا الشهر فها هو إنه الصيام. أريد تزوم سيدنا رسول الله غمس الشهر من شعبان. فصيام شهر شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم.
يعني أصوم من شهر شعبان يبقى أفضل من الصيام من أصوم من الشهور يظني اللي هما شهور الحرم. وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده. يعني يغيظون بنادم تطوع الأجر يفولكي باه رقيس إنك من يقرب إلى رمضان قبله وبعده. يعني أسان اللي يفولكي نتظم بنادم يعني شهر شعبان اللي نقربني رمضان، شهر شوال يعني من بعد يغفو رمضان. فشهر شعبان هو شهر التهيئة الإيمانية التعبدية. أي يراد من شهر شعبان أي اللي تستعد نمدن سلي إيمان العبادة يصير ربي. وحتى نستغل خواتي وإخواني هاد الأيام المتبقية فيه، يعني نستغل الأيام اللي قيس غمانين. فعلى كل مسلم يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى أن يجتهد في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. إذا يا نيران أن يقرب ربي تبارك وتعالى عليه أي اجتهد عليه بالاجتهاد. فهيئ نفسك أيها العبد لشهر رمضان. سجاد يخفنك الشهر رمضان بماذا؟ بالتوبة الصادقة وبالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، ولتعش في رحاب القرآن الكريم. يعني يستعد بنادم التوبة إذا صادق أي يحيد بنادم الذنوب المعاصي، يعيش بنادم رحاب القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو نور الدنيا ونور الآخرة. وأن يكثر من الصوم في هذا الشهر أي سيقوت بنادم غزوم ويراد وليتذوق حلاوة قيام الليل من الآن. أي بدو بنادم قيام الليل من غلاد التفلسي تدرب فلسي تعود. وأن يعود الإنسان لسانه على كثرة الذكر أي السيميور بنادم يلسنس الذكر. وأكثر أيها الأخ وأيتها الأخت من الصدقات والإحسان على إخواننا الفقراء الضعفاء. أي سيقوت بنادم الصدقات الإحسان فأيتماتنا غلي قانين الفقراء الضعفاء. وإياك أن تغفل على الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحري بمن كثرت ذنوبه وكلنا كذلك، كلنا ذنوب وكلنا معاصي، عليه أن يكثر من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. اجلس مع نفسك قور يخفنك واستحضر ذنوبك أمام عينيك. ديس حاضر بنادم الذنوب نس تقيسني يفكر وأن يتوب منها أي توب بنادم الذنوب نس. فكم من ذنوب نسيناها وكم من سيئات غفلنا عنها مع مرور الزمان. مش كن الذنوب نسكر نتوتن، مش كن السيئات فنغفل أروكان زرين السنة زرين الشهور، ولكن الذنوب ما زالت باقية. فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقين من وعده الصادق، وعد الله سبحانه وتعالى اللي هو صادق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. يعني الزرنية تزلت في سيدي رسول الله عرف لا تزل ربي تبارك وتعالى 10 زلة. وصلاة الله على عباده ما هي إلا رحمة وثناء في الملأ الأعلى. هانت ظلت ربي تبارك وتعالى فلان غير رحمتك التانا، يعني المدح غير الملأ الأعلى فوق 7 سماوات. فمن شهر شعبان إلى شهر رمضان خزائن من الحسنات فاغتنموها أيها الأحباب في الله بالذكر والقرآن ورضا الرحمن. وفقنا الله نحن وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.